بص، اداء الاهلي عامه بعد اي توقف دولي او نهائي بطوله بتلاقي الدنيا مش راكبه. انا امبارح من قبل الماتش ما يبدا، يلا قال اللي هيحصل، هنتعادل ولا هنخسر ولا اللي هيحصل. فتعادلنا فعلا 1-1، ولان اتفاجئت بصراحه مش اللي احنا تعادلنا ولا اي حاجه، لا، انت جالك ضربه جزاء الوقت طبعا كده كده هنتكلم على التحكيم، بس انت جالك ضربه جزاء في الماتش، اول ضربه جزاء. انت لا تخلي امام يخش يشوط، يعني انت واحد، انت عندك في الملعب السوليه ورامي ربيعه، لا امام يخش يشوط، اهو ضيعها بطريقه غريبه، غريبها من تحت قوي، ده راحت في السماء. بتفكرني بكره حسام غالي في ماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك، اللي قام غارف الكره الاخيره فوق كده وخسرنا ساعتها السوبر. فهو الصراحه امام لعبها بطريقه غريبه قوي، والسوليه دخل الشوط الثانيه، يعني السوليه دخل الشوط الثانيه وجابها، انت ليه ما دخلتش السوليه من الاول؟ انا مش عارف. وانت عندك السوليه ورامي ربيعه الاثنين بيشوطوا كويس، مش عايز تدخلهم كنت ممكن تدخل الشحات، دخل طاهر، عندك اربعه في الملعب بيشوطوا كويس. فانا مش عارف، غريبه بالنسبه لي. وبعدين النقطه الثانيه، هو مش